الزبادي مش بس وجبة خفيفة، دي حاجة مفيدة للعظم والمناعة، ودايما هتكون أحسن لو من صنع إيديكم. في الفيديو ده هتعرفوا إزاي تعملوا الزبادي البيتي نفس الجاهز بالظبط من غير نشا ولا جيلاتين، وكمان هقولك على المشاكل اللي ممكن تواجهك وهقولك إزاي تحلها بسهولة. هنعمل نوعين من الزبادي، زبادي كاملة الدسم وزبادي منزوعة الدسم، علشان كل واحد يلاقي اللي يناسبه. أهم حاجة صلوا على النبي واعملوا لنا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة تسخين اللبن، وهنحتاج 2 كيلو. طيب نفرق ازاي بين اللبن منزوع الدسم واللبن كامل الدسم؟ هقولك دلوقتي، لكن لازم الاول نسخن اللبن علشان نقتل الميكروبات او ننزلها للحد المسموح، وطبعا الكلام ده بيحصل عند درجة حرارة 74. وده اول نوع من اللبن. تعال ندخل على النوع التاني. هنسخن بقية كمية اللبن اللي معانا، وطبعا اللبن ما بيفتحش بالطريقة دي خالص. نضفنا البوتاجاز وكأن شيئا لم يكن. طيب ايه هي الطريقة الصح اللي تسخن بيها اللبن وتضمن انه تعقم كويس؟ اول حاجة نسخن اللبن على نار هادية ونحركه كل شوية. تاني حاجة ما تسيبوش اللبن يغلي عشان ما يديش الطعم المطبوخ. تالت حاجة ممكن نسخنه ونسيبه يبرد ونسخنه تاني زي التأكيد. واخيرا اللبن بيتحط في الحله وهي بارده، لانه لو اتحط في الحله وهي سخنه هيتحرق ويدي طعم مطبوخ. بعد ما سخنا اللبن وتاكدنا انه اتعقم تمام التمام، هنبدا باول نوع وهي الزبادي منزوعه الدسم. وكل اللي هتعمله عشان تخلي اللبن منزوع الدسم في انك هتشيل القشطه اللي بتصنع منها الزبده بعد كده. وكده كده اصلا القشطه بتتكون على وش اللبن. بعد ما شيلنا القشطه من اللبن وتاكدنا انه منزوع الدسم، ومعانا هنا كمان اللبن كامل الدسم، هنسيبهم الاتنين يبردوا على حراره 45. طب يعني ايه حراره 45؟ يعني اللبن دافي. بعد كده هنجهز اهم حاجة معانا وهو البادئ، والبادئ هنا هو اللي بيحول اللبن لزبادي. وطبعا ممكن يكون زبادي جاهز من السوبر ماركت، ولازم يكون طازة وصلاحيته سليمة. ولو عملت زبادي قبل كده تقدر تحتفظ بجزء منها تستخدمه كبادئ. خدنا جزء من اللبن وقلبناه كويس مع البادئ، وهنكرر نفس الحوار مع اللبن منزوع الدسم. طبعا ما تنساش اهم حاجة معانا في الفيديو، انك تصلي على النبي وتعمل لنا لايك وتشترك في القناة. ولو عايز تسأل على حاجة اكتب لنا في الكومنتات هنرد عليك. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده، مرحلة التعبئة. هتعبي اللبن في اطباق او في علب بلاستيك، وهنبدأ نعبي اللبن منزوع الدسم. عايزك تتخيل كده ان انت بعلبتين زبادي هتعمل كمية الزبادي دي كلها. وهنكرر نفس الحوار مع الزبادي كاملة الدسم، لكن هنعبيها في اطباق. طبعا احنا قلنا ان اهم مرحلة المرحلة اللي جاية دي، وده لانك لازم تخلي الزبادي تختمر من 4 ل 8 ساعات، وطبعا ده لازم يتم في درجة حرارة 45. طبعا ممكن تسيب الزبادي زي ما هو كده في الحلة من غير ما تعبيه، وتحط الحلة دي في حلة اكبر وتضيف حواليها مية سخنة، وكل ما المية تبرد هتغيرها طبعا علشان تحافظ على درجة الحرارة 45. او لو هتستخدم الفرن هتعمل زي ما احنا هنعمل دلوقتي. لو الفرن عندك بيتحكم في درجة الحرارة هتخلي درجة الحرارة على 45. طيب لو فرن عادي هتخلي الفرن دافي كده. ايه هي المشاكل اللي تخلي الزبادي ما تنجحش معاك؟ رقم واحد، اللبن مغشوش او فيه اضافات زي النشا والجيلاتين. تاني حاجة، اللبن كان سخن قوي فقتل البادئ فما اشتغلش. تالت حاجة، اللبن كان بارد فما وصلش درجة حرارته 45 فالبادئ ما اشتغلش. رابع حاجة، البادئ ذات نفسه غير صالح او منتهي الصلاحية. واخيرا لو سيبنا اللبن يتخمر كتير هيخلي الزبادي فيها مية، ودي الزبادي بعد ما اكتمل تخميرها وسيبناها في التلاجة تبرد حوالي ساعتين. كده نكون عملنا لكم الزبادي البيتي صحي ولذيذ. ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي واعملوا لنا لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. ولو جربت الطريقة اكتب لنا في الكومنتات. لو عندكم سؤال انا موجود. بحبكم جدا. سلام.